ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في هذا البث المباشر من ملعب البلدي ببرشيد الذي يحتضن مباراة عن الجولة العاشرة من الدوري الاحترافي إنوي اللي قال يجمع بعد قليل بين فريقي حسنية أكادير وفريق شباب المحمدية. حسنية أكادير صاحب الرتبة التاسعة 13 نقطة بعد تحقيق انتصارين متتاليين أمام كل من اتحاد تورقة بهدفين لهدف واحد، والنادي مكناس 3-0 انهزم الجولة الماضية أمام ديفا الحسن الجديدي ب2-0. نتيجة ستدفع المدرب عبد الهادي السكتيوي للبحث عن نتيجة إيجابية. عميد فريق حسنية أكادير وعزيز النخلي، عميد فريق شباب محمدية على مستوى غرفة الفار سعدي الحنفي وعصام بن بابا. رضوان الدردوري مدرب فريق شباب المحمدية يعرف ما ينتظره في اللقاءات المتبقية على الأقل في المنعرج الأخير من شطر الذهاب. وحنا كنلعبوا الآن الجولة العاشرة وبالتالي انقضاء الثلث الأول من الدوري الاحترافي. كل نقطة غيكون عندها الأهمية ديالها في الوقت لفريق حسنية أكادير العودة لنتائج إيجابية وتحقيق انتصارات. مشات كرة في جهة اليمنى مبنى لبعض جماهير فريق حسنية أكادير الحاضرة لمساندة فريقها في الوقت لإبعاد الكرة. طبعا الان مرتد هجومي لفريق فريق حسنية أكادير، متبادل الفرصة المحاولة المراوغة داخل منطقة جزاء، فرصة والهدف. الهدف الأول بواسطة اللاعب كاتي كاتالوندي كيتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق حسنية أكادير. كان هناك خطا على مستوى الدفاع ديال فريق شباب محمديه وابعاد الكره. كاتي كاتالوندي لاعب الكونغولي هداف فريق حسنية أكادير، هذا الهدف الرابع للاعب المهاجم الكونغولي يفتتح النتيجه لفائده فريق حسنية أكادير. اذا النتيجه اصبحت 1-0. فرحه كبيره لاعبين وكذلك الطاقم التقني. تبعد المحاوله انطلاقه من الجهه اليسرى. حسنية أكادير فريق اللي سبق له فاز بلقبي الدوري 2001 و2002، كذلك كان حتى الرتبه الثالثه 2017 2018 و2019 وكذلك منافسات كاس العرش. هذه فرصه والهدف، الهدف الثاني لفائده فريق حسنية أكادير، هدف ثاني في الوقت اللي يمكن نقول بانه مدافعين ديال فريق شباب المحمديه ما كانش هناك حراسه. محمد بخاش كيتمكن من الانسلال وتالي وضع الكره في الشباك. هدف ثاني لفائده فريق حسنية أكادير. سنتابع من جديد. لاحظوا الخطا على مستوى ابعاد الكره كيستثمروا محمد بخاش. لاحظوا كاتالوندي يمرر بخاش داخل منطقه الجزاء. كره على مستوى الدفاع ديال فريق شباب المحمديه. تدخل ديال معاذ كاري، مشات كره في الجهه اليمنى مرتد الان لفائده شباب المحمديه، انطلاقه من الجهه اليمنى ولكن هناك تغطيه حاضره من طرف المدافع الصنبي. تمريره خاطئه، تدخل، هناك خطا لفائده فريق شباب المحمديه على مشارف مستطيل العمليات. سنتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله. لعبت الكره ارضيه، فرصه والهدف. هدف الاول لفائده فريق شباب المحمديه، طريقة ممتازة، تسديدة قوية. هدف الأول بواسطة لاعب أحمد الهواري كيتمكن من تسجيل وبالتالي تدويب الفريق. فرحة كبيرة، الجماهير اللي انتقلت لمساندة اللاعبين، مساندة هاد الشبان. لاحظوا تسديدة أرضية، غلطة الحارس مراد أو بدر الدين أبعير. حنا كنلعبوا كما قلت الثواني الاخيره من الوقت الاصلي لهذه الجوله الاولى. تلعبت كره طويله، تدخل صلاح الدين باهي في الوقت اللي الحكم يعلن على نهايه الجوله الاولى بتقدم فريق حسنية أكادير بهدفين لهدف واحد. هدفي الكونغولي كاتي كاتالوندي ومحمد بخاش، في الوقت اللي احمد الهواري سجل الهدف الاول في الوقت اللي تحدثت على انه الموسم الماضي لقاء الذهاب كان عرف توقيع 4 الاهداف، 3 لفريق شباب محمديه، ولقاء الاياب عرفت توقيع 2 الاهداف لفائده فريق حسنية أكادير. حسن بي نبيل باها اللي كيقود المنتخب الوطني المغربي اقل من 17 سنه وكذلك الاطار الوطني وهبي اللي كيقود المنتخب اقل من 20 سنه. هذه فرصه كاتالوندي والكره تمر جانبا. كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق حسنية أكادير الذي كان قريبا من تسجيل الهدف الثالث بواسطه المهاجم الكونغولي الذي لم يكن في وضعيه تسلل. كاتي كاتالوندي ينسل من دفاع ديال فريق شباب محمديه، كان تدخل ممتاز وابعاد الكره.
كانت بواسطه اللاعب سفيان المدن اللي تمكن من التوغل دخول داخل منطقه الجزاء، يسدد بكل قوه، وتدخل صراحه كان رائع من الحارس مراد عبد الوديع الذي تالق في الكره الاخيره. هنا فرصه في فريق شباب محمديه، امكانيه وضع الكره في الشباك وتسديده خارج ارضيه الملعب. تسديده طرف العميد عزيز النخلي لم يكن موفق في الكرة الأخيرة، كان بإمكانه وضع الكرة في الشباك. سنتابع هذه المحاولة، انطلاقة على مستوى الجهة اليمنى، الحكم طب مواصلة اللقاء. سنتابع هذه الركنية، ترفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل إبعاد الكرة وإبعاد الخطورة. محاولة مرات جانبا، محاولة مرات جانبا، تمريرة لمحمد أمين كاتبة. هذه فرصة محاولة بحث عن إمكانية تسديد، فرصة مرات جانبا، فرصة ومحاولة تسديدة مرات جانبا. مرمى الحارس مراد عبد الوديع، الحكم كيطلب إخراج كرة، جوج الكرات فوق أرضية الملعب. نلعب الدقيقة الثامنة والحكم يعلن نهاية المباراة بفوز فريق حسنية أكادير بهدفين لهدف واحد، هدفي كاتي كاتالوندي لاعب الكونغولي محمد بخاش، في الوقت أحمد الهواري سجل الهدف الوحيد لفريق شباب محمدية. هذا انتصار الخامس لفريق حسنية أكادير، كيرفع الرصيد ديالو 16 نقطة.